الحمد لله على السلامة يا توفيق بيه، نورت مصر. أهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا بيه. ازيك يا علاء؟ اتفضل. مصر وحشتك؟ أكتر من 20 سنة وأنا بعيد عنها. يا سلام، اتغيرت كتير. احنا نفسنا اتغيرنا يا توفيق بيه. قول لي، عملت إيه في الأسبوع اللي سبقتني فيه على مصر؟ أبدا، عينت أصول الشركة المعروضة للبيع، أراضيها ومصانعها وحجم استثماراتها، وخلصنا دراسة الجدوى الاقتصادية، وخدنا مكتب للشركة في المهندسين. مين داخل معانا المناقصة؟ شركتين استثمار برؤوس أموال أجنبية، ما تشيلش همهم. ومن مصر؟ شركة مساهمة مصرية، مجموعة حيتان، رئيس مجلس إدارتهم وزير سابق اسمه رجاء عبد الحميد. توفيق الزهار ده واحد من أهم رجال المال والاقتصاد في العالم كله. معرفش بقى من حسن حظنا ولا من سوء حظنا إنه هينزل عندنا في الأوتيل لمدة أسبوع. الفاكس ده جالي من مكتب الحجز الرئيسي في نيويورك، بيطلب معاملته كتوب VIP نظرا لحجم تعاملات شركاته مع مجموعة فنادقنا في العالم كله. الكشف ده بيقول كل حاجة عنه، بيحب ايه، بيكره ايه، بيصحى امتى، بينام امتى، اكلاته المفضلة، حتى الالوان اللي بيحبها. باختصار يا جماعة، ده زبون مش عادي، وغلطة واحدة معاه ببساطة شديدة هنكون كلنا بندور على شغل في حتة تانية. البنك بتاعنا حول الاعتمادات اللي طلبناها على البنك المركزي في مصر. وده من بورصة نيويورك، وده من لندن، وده من مكتبنا في لندن. على فكرة، حكومة ساحل العاج وافقت تدينا امتياز استغلال مناجم الذهب بالأسعار والمواصفات اللي طلبناها. ايه رأيك؟ وده من مكتبنا في هولندا،
بيقول ان الشركة الهولندية للنقل البحري معروضة للبيع. وده فهمي بليز بليز، ممكن بلاش كلام في الشغل لمدة نص ساعة بس. اوكي، ده جدول مواعيدك ومقابلاتك في ال10 ساعات الجايين. اوكي ابقى بص فيه. طيب مع السلامة. عارفه اللي زي ده لو كلمته عن القرب حتى لو شفته من قريب ممكن يغمى عليا. معذوره. بيقولوا ان ثروته ما تقلش عن 15 مليار دولار كمان. رجائي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المساعدة. أهلا وسهلا. نتكلم كلمتين كده أوام يمكن نختصر المشاوير ونطلع بفايدة احنا الاثنين. أمرك. أنت عارف طبعا إن شركتي داخلة المناقصة قصادك، وأقول لك بكل صراحة اللي يعني وقفنا قصاد بعض هيقلل خير الشغلانة. الحقيقة أنا مش فاهم. يعني هتزود عليا وازود عليك، وبعدين المستفيد الوحيد هيبقى البايع، وانت عارف ان العملية دي مكسبها على الاقل مليار. تمام؟ ده يعني طب ليه بقى تتعبني واتعبك؟ ما تيجي بقى نقسمها سوا، وانت تاكل لقمة واحنا ناكل لقمة. أفكر. لا صدقني الحكاية دي مش محتاجة اي تفكير. برضه أفكر ده بعد إذنك. انا بصراحة في مواضيع الاكل احب اكل براحتي على هواي، احب اختار الاكل على مزاجي. عمري في حياتي ابدا ما وافقت على طبق فرضوا عليا الجرسون. بعد اذنك. ما تشغلش بالك، كوثر فهمي حرم نائب وزير تجارة السابق، ولعلمك انا قصدها. وأنا عارف. هعمل ايه؟ بموت في الصراحة، بتوفر الوقت والمسافات. بس برضه بيتهيألي إن في مسافة قصيرة قوي لسه بيني وبينك. ده شبر واحد ما فيهوش غير هوا. خلاص نلغيه. هستناكي نشفط الهوا اللي بيتك ونقرب المسافات. باي باي. اطلع على جنب سيتي. ميرسي قوي يا توفيق على الزيارة، ويا ريت نشوفك تاني قبل ما تسافر. يا ريت انت بقى عمتي تيجي تزورينا في لندن. بابا هيفرح قوي قوي لما يشوف. هيحصل يا توفيق. سلم لي على بابا كتير لحد ما تشوف. معلش يا توفيق، الاسانسير ما بيتفتحش عندنا يعني، ممكن تاخده من الدور اللي تحت. انا نسيت بقى عمتي. باي. بالسلامة يا توفيق. بهدوء لو سمحتي. اجرتك عن ايه؟ انا ضفت الشقه من 10 الصبح لحد دلوقتي، واخرتها هجم عليهم كان عايز بس على مين؟
هو فاكر نفسه ايه؟ ده انا احلام. اجرتك كام بالظبط؟ 20 جنيه. طيب هداوي. خدي عديهم لو حبيتي. انا واثقه فيك يا باشا. على اذنك بقى. شويه كده. انت يا استاذ، انت يا اخينا. نعم، عاوزه ايه تاني؟ انت دفعتني الفلوس دي ليه؟ انا لا اعرفك ولا عملت لك شغل. ما انتش عاوزاهم؟ لا عايزاهم طبعا. طب ايه المطلوب؟ انا تسيبني امشي كده في الشارع. طب السواق هيوصلني الاوتيل وبعد كده هيوصلك مطرح ما انت عاوزه. اتفضل اتفضلي. اتفضل سيادتك. احنا ما تعرفناش ببعض. محسوبتك احلام بيوم، دبلوم تجاره. والدبلومه اللي انت واخداها دي بقى دراسات عليا بعد الجامعه؟ بعد الاعداديه. طب قولي لي ليه ما بتشتغليش بشهادتك؟ شهادتي ما توكلنيش عيش حاف. هيعملوا ايه 50 جنيه في الشهر؟ اكل ولا شرب ولا لبس ولا مواصلات ولا فلقيتي الحل بقى هو الخدمه في البيوت. قطعة البيوت وخدمتها، بس برضو قرشها حلو. وصلها مطرح ما هي عاوزه. فرصه سعيده يا هانم. احلام مش هانم. مع السلامه يا احلام. ان شاء الله تسلم. هو الباشا بتاعك ده بيشتغل ايه؟ رايحه فين؟ ما ترد ردة المية في زورك. يا اختي مالك متنك كده ليه؟ ولا كأنه هو اللي بيشتغل عندك. على رأي المثل فقر وعنطازة. ارجع. راح فين؟ لا جدع ده خلاص على راجل ساكن عندكم هنا والله. اوعى كده، اوعى ما تغلسش، انا ماشيه جنبك يا جدع. بلاش حاجات زي كده ضيق ان شاء الله. عايزه الباشا. تاني باشا. الباشا اللي ساكن عندكم اسمه ايه؟ اسمه اسمه توفيق بيه. وعايزاه ليه؟ لا وانت مالك انت؟ انا لا جاي اشحت منك ولا منه. انا معايا امانه عايزه اسلمها له يدا بيد. بابويا اكلمه. توفيق بيه، انا اسف للازعاج يا فندم. في واحده طالبه تقابل سيادتك، بتقول معاها امانه لحضرتك. حاضر يا فندم، هاخدها منك. تاخدها منها ده ايه؟ بقول لك لسه بسلمها له. هات بتاع دي. توفيق بيه، انا احلام اللي كانت معاك من شويه. انا معايا امانه ليك. لا بصراحه بقى انا ما اضمنش حد، لازم اسلمها لك يدا بيد. ماشي، خد يا ابني كلم الباشا. تحت امرك يا توفيق بيه. يا انس. ايوه. وصلها لجناح توفيق بيه. حاضر. مساء الخير يا باشا. نعم. ده المقابله الناشفه دي، انا جاي لك في خير. هو بتيجي من وراكي خير؟ وما يجيش ليه؟ شايفني ماشيه شد في شعري ولا بحدف الناس بالطوب؟ ايه المطلوب؟ قول لي اتفضلي الاول، لاقيني ولا تغديني؟ خليك حلو. اتفضلي. ايه يا حبيبي انت مش وصلتني خلاص يا اخويا؟ مستني ايه؟ يلا زق عجله، يلا اتكل على الله. عايزه اتكلم مع الباشا براحتي. هوينا يا جدع، هوينا بقى يا باي. هوينا الباشا ودي، وايه اللي بيحصل؟ ده كله ده القباها دي كلها. اما دي لوكاندا بحالها يبقى كده، امال اصل القبه يبقى شكله ايه؟ خلصيني، امانه ايه اللي انت جايبها لي؟ ورقه لقيتها في الفلوس اللي اديتها لي، قلت يمكن تطلع حاجه مهمه، جبتها وجيت لك جنب. بس كده؟ ايه طلعت مش مهمه؟ لا دي نمره تليفون الجماعه اللي انا كنت عندهم. على كل حال متشكر. يعني ايه؟ امشي انا؟ والله بقى براحتك. لا لو براحتي اقعد بقى اشرب لي كوبايه شاي من حلو ونضيف ابو فتله ده. ما تخليك حلو معايا امال. اطلب لي اي لقمه كلها، والله العظيم وقع من الجوع. تهد حيلي من التنظيف طول النهار.
كنت ماشيين اروح هتعشى عند المعفن اللي كنت بنضف له البيت طول النهار، الله يخرب بيته. بس تقول ايه بقى الحظ ما يعاند. طيب خدي دول وتعشي بيهم في اي حته. هدخل اي حته ازاي بس وانا بالهدوم دي؟ انا جيت في جمل يا ده. انا خليك حلو امال، اطلب لنا العشاء هنفتح نفس بعض. ايه مالك مدنح كده ليه؟ أبا اتحرك يا عم ما تبقاش جلده. طب اسمعي، قدامك 20 دقيقة تاكلي فيهم وبعد كده انت كنت قلتي للبيت بوي ايه؟ قلت له حوينا. ايوه بعد كده تهوينا. تحبي احط الاكل فين؟ سيبولي هنا، كفايه عليك كده. ممكن حد يمضي لي؟ قوي هات بس كده. خد استنى ثانية واحدة. خد ده عشانك. خد يلا، مش خسارة فيك، عينك فيهم. ما تسهل شوية الأكل هيبرد. مش هتعشى. ما بحبش آكل لوحدي. انا كمان لازم اخد حمام. طب بقولك ايه، أنا هبل ريق بجمبريتين كده على ما تخلص، بس اعملك همة شوية. حبيبتي اهلا ان انتوا بديتوا تهلوا. في بيه موجود؟ موجود يا حبيبتي. انتي مين؟ انا اللي اسالك. الهنا مش برضه من اياهم؟ انتي بتقولي ايه؟ بقولك يا بنت انتي ما تعمليش الشويتين دول عليا، مش هيخيلوا. زاري لازم امشي. تبقى عبيطه. انا من رايي ما دام نزلتي الشغل يبقى لازم تشتغلي، ما تقطعيش رزقك يا خايبه. انتي اكيد مجنونه، شكلك كده بيقول انك مجنونه. لمي تعبينك يا بنت انتي، انا ما حدش يدوس على طرف ويطلع منها سليم. اوعي تفتكري يا اختي اني منكم، بس خلقكوا دي انا عارفاها كويس قوي، متلقحين كتير في الشقه المفروشه اللي بنضفها. مالك متخشبه كده ليه؟ انطقي بنت، انا جايب لك امن الفندق. الله، مش ممكن، مستحيل. مش ممكن 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 مستحيل. هو ايه ده المستحيل؟ بنت تلقيحه بالبلة، شكلها ما عجبنيش، خفت عليك منها مشيتها. ايه؟ مشيتيها؟ صدقني يا باشا انا خايفه عليك. البت دي بقى بالذات ملكه الايد، انا عارفاهم كويس قوي والله. شافهم كتير قوي في الشغل مفروشه متلقحين اشكال والوان. يلا اسمعني يا باشا بلاش المعامله دي، افهمني. انا خايفه عليك. طب الاكل هني بس يا باشا، انا خايفه عليك. مشيتيها؟ انت خلق امال يطق لك عينك. مرة تسلمها للامن تحت، ها؟ للسكيورتي. يهووها اوت اوف ذا هوتيل. ها؟ بره خالص. يس اوكي. ليه بس يا باشا؟ انا نفسي في الجمبري هينزل لك بالسم الهادي. انا عايز ايه بقى؟ انا نزلها سكيورتي. حاضر. محسوبك انس الحلو. وقف وطلعني. سوري، اسف. سمعت الباشا قال ايه يعني؟ انت ما سمعتش عن الحادثه اللي حصلت الاسبوع اللي فات في اللوكاندا اللي جنبكم؟ لا ما اعرفش. مره واحده كانت نازله في اسانسير مع واحد تنح زي حضرتك كده. الله يخليك. قالت له وقف، ما وقفش. قالت له وقف احسن لك. ما وقفش. عارف عملت ايه؟ لا ما اعرفش. راحت طبقه في زماره رقبته لحد ما طلع في ايدها السر الالهي. عارف الواحده دي تبقى مين؟ اختي. وقف بقى وطلعني. مع السلامة.
هي دي ماركة الايدز؟ ده بدل ما تشكرني. خلاص بقى يا عم، حقك عليا، المسامح كريم. انا غلطانة واستاهل ضرب البراطيش كمان. يا عم افتح بقى. الله، اعتبرني عينة ووسط. خليك انت كبير، ربنا يخليك. هاكل وامشي على طول. بشرط تاكلي وتهوينا. ماشي يا باشا. هي الساعة كام دلوقتي؟ 1:30 و3 يا لهوي، ايه في ايه؟ مصيبة. صاحب البيت بيقفل باب البيت الساعة 1 بالظبط، وانا ما معيش مفتاح. طب وايه يعني؟ خبطي عليه. لو انطبقت السما على الارض مش هيفتح، اصله اخر الليل بيضرب النفسين التمام وينام قتيل. وايه المطلوب؟ هي ليلة مضروبة من اولها. استحملني بقى بالطول بالعرض وخليني ابات هنا ان شاء الله، حتى بات على الارض. بس بقول لك ايه، اوعى تهوب ناحيتي، احسن ودين النبي اخلي يدك اسود من هباب الحله. ما تبصليش كده. هو انا اخلص من النار هتطلع لي انت؟ Good morning Lisa. Let me speak to Fuad please. اخبار بورصة لندن عندكم ايه؟ هايل. لا اشتري على طول. فؤاد خلي بالك على الوالد بليز. ها طمني عليه اول باول. طيب يا فؤاد، اوكي، يلا مع السلامة. ها فهمي، عندنا ايه النهارده؟ مقابلة مع وزير الصناعة، وبعديها شوية مقابلات مع كام شخصية من اللي بتسهل الشغل. وبعد كده معاد سالم بيه في مكتبنا، وجايب معاه سلايز لمشاريع شركته المعروضة للبيع. يوم الحساب؟ هي الأيام قامت ولا ايه؟ انت مين؟ أحلام يا بيه. ما بتشتغلي ايه؟ بشتغل في ايه؟ في الشركة الدولية للتنظيف. بتاعت ايه دي؟ دي بقى مختصة في تنظيف الشقق، شقق العائلات بس. العزاب مش تبعنا. بره. لا مش حلو كده، بلاش اللون ده هضايقك. خليك حلو كده وناخد وندي مع بعض في الكلام. بره. ايه هطلع كده؟ لم هدومك. هدومي لسه مبلول، غسلتها بالليل ونشرتها، وطبعا ما لحقتش تنشف، وكمان البلوزه اللي حالتي مقطعه. هاتولها قميص من بتوع توفيق بيه. ويا ريت جيبه كمان. أنا دخلت في مشاريع كتيرة أوي، مصانع، مزارع تربية وتسمين عجول، منشآت، استصلاح أراضي، أيام فترة الانفتاح. المشاريع دي كلها أنا نفذتها بقروض من البنوك بالدولار. الدولار أيامها كان سعره 130 قرش، ولما كان يحيد وقت السداد كنت استسمح مدير البنوك انهم يأجلوه شوية، علشان زي ما قلت لك قبل كده كنت فاتح جامد، وكانوا بيسمحوا ويا ريتهم ما سمحوا. مش فاهم. انا هفهمك. فجأة وبدون مقدمات ارتفع سعر الدولار فتضاعف، فبعد ما كنت مديون بسعر 130 قرش للدولار، انت عارف النهارده سعره وصل كام؟ ابتدوا يطالبوني بالسداد وبالفوائد. المهم حجم المديونية تضاعف بشكل خطير جدا، ده بالإضافة إلى الفوائد المركبة، لحد ما وصلت للي أنا فيه دلوقتي. النهارده مطلوب مني أسدد للبنوك حوالي 1 مليار جنيه مصري، وإذا ما سددتش خلال أيام هيشيروا إفلاسي، وكل ممتلكاتي دي تنزل المزاد وممكن ادخل السجن. وايه المطلوب مني؟ 1.25 مليار. انا مستعد ادفع لك 1 مليار وانجيك من الورطه اللي انت فيها. الاصول الثابته للمشروعات اللي انت شفتها دي كلها توصل ل 2 مليار. يا سالم بيه انا تاجر، والتاجر صياد. دندي
خالص. بتفل ليله امبارح. هقول لكم على كل حاجه بس اوعي بس. ما تضايقي يا بنت انت، ده احنا كنا هنتجنن عليكي ما نمناش طول الليل، قعدنا نقول زمانها جايه زمانها جايه واديني جه. شوفي البت وبرودها. وانتوا بقى كنتوا متشيكين كده ورايحين على فين؟ النهارده الحد لا زخانه قافله وعمر افندي رخر قافل. كنا بندور عليكي يا ساهيه. تدوروا عليا ده ايه؟ شوفي البت ولا على بالها حرقتنا عليها طول الليل. يا اختي وتتحرقوا عليا ليه؟ اما عجايب والله. كنت فين؟ نمت على سرير من اياهم. الملايات انعم من خدودي ولا المخده يا بنتي عزه، تحطي راسك عليها تلاقي نفسك في ثواني رايحه في النوم وبتحلمي احلام. احنا لما اتفقنا ان احنا نعيش مع بعض في الاوضه دي اتفقنا نعيش بشرفنا، واللي تغلط فينا ملهاش مكان بينا. لا بقول لك ايه افكار، ده انا اشرف منك. احلام بقى ده جازتنا ان هنا كنا هنتجنن عليكي ليله امبارح. هاتي حقك عليا، اقعدي. هيا يا ستي وبعدين؟ حلمت اني بنت زي كل البنات وجالي ابن الحلال حته واد يا لهوي يا لهوي فلقة قمر ومسكني من ايديا وطار بيا في السما وقال لي شبيكي لبيكي حبيبك بين ايديكي، نفسك في ايه؟ قلت له بيت محنة يجمعنا سوا وتشيلني وتخطي بيا عتبة وانا لابسه الطوب الابيض والطرحه ومن حواليا الزغاريد. يا بنت المجنونه، ايه البت باين عليها بتخرف؟ مجنونه وبخرف عشان بحلم؟ ايوه، اللي زينا الاحلام بتبوظهم، بتتلف املهم. كملي وبعدين قعد يبصلي وابصله، مسك ايدي سحبتها منه انكسف وحط وشه في الارض. وبعدين عينيا غلبها النوم، قمت الصبح لقيته لسه قاعد قبالي وعمال يعيط. قلت له مالك؟ قال لي ما تسيبنيش خليكي معايا شويه. قلت له ما اقدرش، اصحابي زمانهم قلقوا عليا. قال لي هشوفك النهارده تاني. قلت له لما اشوف. اكرم زغلول مدير الاوتيل. ممكن اقعد يا فندم؟ لا. في حاجه؟ من غير ما اقعد يا فندم، بس عايز اقول لسعادتك ان احنا النهارده الصبح لقينا في الجناح بتاع سعادتك بنت من اياهم مش قد كده يعني. الحقيقه دخلت ازاي انا مش عارف، بس انا اعتقد انها تكون طلعت على المواسير. مواسير ايه يا استاذ؟ انا الجناح بتاعي في الدور الثامن واللوكاندا ما فيهاش مواسير من بره عشان حد يطلع عليها. اصلها بصراحه بقى دون المستوى. افهم من كده ان عندكم حاجات تليق بالمستوى. اللي يدور يلاقي يا فندم. وعملتوا معاها ايه؟ ولا حاجه يا فندم، كل اللي عملناه ان احنا مشيناها سكيتي. طبعا ده كل ده عشان خاطر سعادتك. انت ازاي يا استاذ تتصرف تصرف زي ده من غير ما تقولي؟ تاني مرة اذا لقيتوا الصرصار موجود في الجناح بتاعي ما تتصرفوش فيه من غير امري، مفهوم؟ في حاجة تانية؟ لا يا فندم، بعد اذنك. اتفضل. عود هوينا. ولا يا أحلام
ارسم له على تقيل. يا طعمتك يا حيا، يا شقاوتك يا حيا، يا مدلع يا حيا، يا ملعلع يا حيا. يا طعمتي يا حيا، يا شقاوتي يا حيا، يا مدلع يا حيا. يا حلاوتك لما تشيكتي، عايزالك زفة وتشريفة، لا ولا رسمتي وتكتكتي ولقيتي حياة حلوة نضيفة. يا حلاوتك لما تشيكتي، عايزاني زفة وتشريفة، لا ولا رسمتي وتكتكتي ولقيت لي حياة حلوة نضيفة. باي 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 مليون باي باي. باي 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 مع 100 مليون بوسة. ايوه باشا موجود؟ تاني. ايه تاني دي كمان؟ عندي امانه ليه ولازم اسلمها له بنفسي. كلمه ورد غطاها. موجود ولا لا؟ توفيق بيه مش موجود يا هانم. اي خدمة؟ هستناه. احنا ابتدينا. اهلا. سمي نفسك يا بنتي احلام، انت في مكان شياكة، خليكي مؤدبة. مستر اكرم، ممكن امد اقامتي 24 ساعة كمان؟ قوي تحت امرك، بس بلغ ريسبشن. دي رياضة جديدة بمارسها. سيادتك تحب تجرب؟ حلو قوي. هتهزر معايا يا اكرم؟ احلام هانم منتظر حضرتك في اللوبي. توفيق بيه، توفيق بيه، توفيق بيه. يا فندم. يا بيه العيني ولا تغديني. جايبه لك قميصه، لا تقول ضربت عليه عواف ولا طمعت فيه اهو. طب متشكر قوي. ما هنش عليا بقيته عندي ابدا. غسلته واول ما نشف كويته بايديا وجبته لك على طول. ما كانش في داعي انك تتعبي نفسك. حطها حلقه في ودنك، هدومك ما تبيتهاش بره ابدا، يتعمل لك بيها عمل وتدخ السبع دخات على ما تفك. متشكر قوي على نصايحك الغاليه دي. باي باي. يا بيه استنى بس يا بيه. ايه المطلوب؟ امبارح ما كنت عندك السلسله بتاعتي وقعت مني وفيها الخرزه الزرقاء. اصل انا ورثاها عن المرحومه جدتي. تلاقيها بقى اتنطرت في الجناح بتاعك كده ولا كده؟ الجناح زمانه اتنضف دلوقتي واستحاله تلاقيها. لا ما هو انا ما اقدرش اروح من غيرها، ادور بنفسي. اصل انت ما تعرفش السلسله دي غاليه عندي قد ايه. اصلها بتمنع عني العكوسات. غريبه قوي، مش لاقيها. الغريبه انك تلاقيها. يعني ايه؟ مش مصدقني؟ طبعا مصدقك. ممكن بقى تتفضلي من غير مطلوب. طب استنى بس والنبي ما تبقاش حمقي. انت عاوزه ايه بالظبط؟ وتصدقني المره دي؟ قولي خلصيني. وعم الجوع. انا هنضف بعد ما اكل. اصل الجناح كله محتاج نظافه. لا هم هنا بينضفوا. يلا تنظيف اي كلام. هتشوف تنظيفي بقى بالصلاه على النبي، حاجه اخر الاجه ولا اي ولا زي. متشكر يا احلام.
في الحقيقه انا اصلي مرتبط بميعاد بعد 20 دقيقه. لا سيبي كل حاجه زي ما هي. طيب استاذن انا بقى. مع السلامه. طب ممكن اجي بكره اروق وانضف المكان؟ لا مفيش داعي، هما هيجوا وينضفوا. طب بس جرب نظافه احلام، مش هتخسر حاجه. مش هدفعك حاجه يا عم، انت دافع مقدم. مساء الخير. مساء النور. على فكره انا سالت في الاوتيل اللي جنبينا وعرفت ان مفيش اي حادثه حصلت الاسبوع اللي فات ولا اي حد اتخانق خالص. خلاص انت لسه فاكر؟ الا فاكر، ده انا من ليله امبارح وانا مرعوب. بقولك انا ورديتي خلصت، ممكن اوصلك؟ ما تعودتش امشي مع شبان. ومين قالك ان انا شبان؟ قلت ايه؟ انت عبيط يالا. انت عاوزه منه ايه؟ مش عارفه. بتحبيه؟ بيحبك. يحبني. البت دي بايناها مجنونه، هيحبني على ايه يا اختي؟ بلا نيله. كده ارتحتي خلاص؟ الو. ايوه مين انت؟ اختي مين اللي عايزه؟ طب استنى خد فهم. ايوه فتحي، صباح الخير. صباح النور يا توفيق بيه، انا في انتظارك في اللوبي. العب، ما انا برضه درست شويه انجليزي، ده انا كنت الحلوه فيه. حياه الختمه الشريفه. ايه وحياة الايه؟ حياه الختمه الشريفه. ايه الختمه الشريفه دي؟ ما اعرفش، انا بسمعهم بيقولوها كده، مش عرفني. طب لما تخلصي بيسيبي المفتاح في الريسبشن. باي. يلا. انا توفيق الزهار، لو سمحت اديني الجناح. الو. يا باشا. ايوه احلام، استنيني لما ارجع. بقول مين احلام دي يا توفيق بيه؟ وانت مالك يا اخي؟ صحيح وانا مالي؟
ايه مالك؟ ابدا ما فيش حاجه. طب ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت فاهمني غلط. انا مش منه. امال انت ايه بالظبط؟ انا صحيح بنت غلبانه بس شريفه. لا مفهوم. طب لا جهزي نفسك عقبال ما ناخد حمام. انت ايه؟ حيوان. بره اطلعي بره. عمرك هتسيبي الاوتيل ده تاني، انت فاهمه؟ لو حطيتي رجل في الاوتيل ده انا هخليهم يقطعوا. خلاص راحوا 60 داهيه. في 60 داهيه بره. اطلعي بره مش اخويا قوي كده. انا اشتريت امبارح فيسبا جديدة، ايه رأيك لو ناخد لفة يعني؟ احلام هانم ايه مالك؟ حصل حاجه؟ لا ابدا مفيش حاجه. معلش ثانية واحدة. يا عربية الأوتيل توصل الهانم مطرح ما هي عايزة. ها؟ مع السلامة. على الله يطمر فيك يا توفيق يا زهار وترضى عليا. انا حيوان يا فهمي. يتقطع لسان يقول كده يا فندم. ايوه يا سيدي اتقال ومن مين؟ من مين يا فندم؟ انت مالك يا اخي؟ مالك انت ليه حشر بالشكل ده؟ انت كل حاجه عاوز تعرفها مين اللي قال واسمها ايه؟ حقيقي هي اسمها ايه يا فندم؟ ثواني يا احلام. بقالك ساعه بتقولي ثواني. انا همشي ويبقى حصليني. خلاص انا جايه اهو. مالك يا احلام؟ حصل ايه؟ توفيق مش كده؟ عامل معاكي ايه؟ مخنوقه. افكار تكون خلصت على وشك. طب يلا نلحقها قبل ما تروح. يلا اتفضلي. اقدر استاذن يا دكتور؟ اتفضلي يا افكار. يلا بينا. على فين؟ اعشيك وعلى حسابي. يلا ملعون ابو الفلوس. وطي صوتك احنا في الشارع. يا اختي ملعون ابو الشارع. البت اتجننت. ده اكيد. يا بنت كفايه كده هتلهلبي لي زوري. انا بقى بحبه ملهلب كده. بس انا ما بحبوش كده، لكن انا بحبه كده. وما دام انا اللي هدفع يبقى لازم تاكلي زي ما انا عايزه. وانت كمان هديك شويه اهو. ماشي. عجبك كده؟ خدت لك شويه كمان. عن مغني الاحوال من ساعه واحده بس ما كانتش لاقيه الدنيا. رايك ايه؟ في ايه؟ اللي سمعته. يجوز تكون شريف. انت غبي ولا شكلك كده؟ سوري يا فهمي. نيفر مايند. بقول لسيادتك ايه؟ مش كفايه كده؟ انا رجلي وجعتني من كتر المشي. الهانم ما ظهرتش. يا فندم بتقول ايه؟ الهانم ما ظهرتش النهارده يعني. هانم مين؟ البيضة اللي حضرتك مرة زعقت لها. وانت مالك يا بارد؟ انت بتراقبني بقى.
طب لما اشوف راي مستر اكرم في الموضوع ده بقى ايه؟ والله يا فندم انا لا رايق سيادتك ولا حاجه يا فندم، ده مش من رايي خالص، اقسم ان سيادتك مش شرف يا فندم، والله العظيم ما اقصد الموضوع ده خالص، سيادتك فاهمني غلط خالص يا فندم والله. طب اتفضل بقى. الله يخليك يا فندم، اتفضل سيادتك الاول، اتفضل. يا ابني اتفضل بره بره بره. ايوه بره بره. تعرف يا عزة، انا اكتشفت ان ماليش في الدنيا حد غيركم. طب ما احنا زيك يا احلام. انتي وافكار اخوات، لكن احنا بنعتبرك زي اختنا واكتر. طب والخدمه الشريفه، انا بحبك زي افكار بالظبط. والختمه الشريفه قالت لم المتعوس على خيب الرجا. يا اختي نيلينا ب60 نيله. ما توطي صوتك انت وهي، مش عارفه انام. ما تتخدي انت وهي بقى. الله توفيق بيه، انا متهيألي سيادتك محتاج لي. انا عارف بيتها. طب قوم نصلها. مساء الخير. مساء النور. خير؟ خير ان شاء الله. توفيق بيه تحت في العربية، عايزك. ليه؟ ليه؟ بقول لك توفيق بيه بنفسه مستنيكي تحت، عاوزك. تقولي لي ليه؟ انت بتشتغل ايه بالظبط؟ لا حضرتك فهماني غلط. غلط. اسمع، توفيق ده بتاعك ده تروح تقول انه بيوت الناس ليها حرمه. احنا 3 بنات قاعدين لوحدينا، يعني ايه الرجاله يجولنا في نصاص الليالي؟ دي قله ادب. يخرب بيتك يا توفيق. اطلع يا علاء. حصل ايه؟ حصل ايه؟ هزقتني، مسحت بكرامة الارض، بهدلت اللي جابوني. معقول بنت خدامه زي دي تهزقنا؟ اسمع يا اكرم، اسمع، اذا البت دي حطت رجليها جوه الاوتيل انا عاوزك تقطع حالها، والا انا بقى هقطع رقبتك. اوكي مستر توفيق. اخبارك ايه يا سالم بيه؟ رجائي عرض عليا 5 مليون زياده عن العرض اللي انت عرضته عليا. ومني 7 عليهم. بس ده برضه ما يكفيش. انا سبق وشرحت لك اللي انا فيه. وانا كمان سبق وقلت لك رايي. طيب ممكن اعرض عليك عرض يحل لي كل مشاكلي. اسمع، انا كل اللي محتاجه دلوقتي 150 مليون جنيه، اسدد منه جزء من اقساط البنوك وماشي بالباقي عجله الانتاج. وايه المطلوب مني؟ قرض ب 150 مليون جنيه مع تعهد بالسداد خلال 1.5 سنة، وبضمان اصول الشركه، وبالفايده اللي تحددها انت، ان شاء الله حتى تكون 30%. سالم ده راجل غبي، باي منطق نسيب صفقه زي دي مكسبها يوصل مليار عشان نجمد 150 مليون من فلوسنا لمده 1.5 سنة ايا كانت الفايده. فعلا غبي. اديني من دي. خدي دي. وريني. اوعي تاني بس. لا مش حلوه دي يا عزة، شوفي لي حاجه على ذوقك. تبان عليك هتوديني في داهيه. اتفضلي. حلوه دي. ايه رايك في شعري؟ شكله كويس والله زي القمر. اختي قمر بالست. انا خايفه. خايفه من ايه يا بنت؟ ده الراجل شريكي.
دي بره. تعالي معايا. اوعى كده سيب ايدي. سيب ايدك. بغرسان لقبك معاه. تاخدني معايا ليه طيب؟ تعالى بس معايا لو سمحت. طيب روحي معايا وانا مستنيكي ماشي؟ خدها. ما تخشش هنا تاني. بقولك ايه يا عم؟ تعال عاوزاك. روح الكلب ساعدها يا سيد. اتفضل. منين؟ اتفضل. عاوزة تطلعي شاوري لفوق. ماشي. عاوزة تقفي اعملي كده. عاوزة تنزلي شاوري لتحت. ماشي ماشي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ها؟ ايه ده؟ انا قصدي كنت جايه اتاسف على اللي حصل مني امبارح، وبعدين جيت من تحت فمنعوني، فقلت يعني. قلت ايه؟ قولي لي انت ازاي طلعتي في الشيء ده؟ ازاي قدرتي تقنعي المسؤولين عنه انك تركبي جواه؟ ابدا، قلت لهم انا طالعه اوضتك اسرق ذهب وفلوس، يعني حاجات بحوالي 20,000 جنيه، ولو طلعوني هديهم نصهم. قاموا طلعوني. حراميه ولاد كلب.
يعني هم دلوقتي مستنيين 10000 جنيه. فكرة حلوة. انت حرام انت وهو، انتوا واقفين مستنيين ايه؟ ال 10000 جنيه يبقوا قابلوني. مش معقولة يا أحلام، أنت خرافية. أنا بقالي سنين ما ضحكتش من قلبي بالشكل ده. ألو. أيوه فهمي. توفيق بيه احنا اتأخرنا قوي، الناس قاعدة مستنيانا من الصبح. أوكي. استاذن انا بقى يا باشا واسفه مره تانية. إيه رايحة فين؟ مروحه. استني يا أحلام. بقول إيه؟ تيجي معايا الحفلة اللي أنا رايحها؟ نعم. الريسبشن؟ ابعت لي مستر أكرم حالا. حضرتك رايح لمستر توفيق صح؟ امشي تعالى. رايح صح؟ انت مالك انت؟ سوري مستر أكرم سوري. انت بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ انا قلت يمكن سيادتك تكون محتاج حاجه بس انا عايز حاجه يعني. مش عايز اي حاجه. امشي. طب سوري طيب. امشي. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا اكرم. امر سيادتك اي. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ امي يا فندم انا نبهت على الامن انه يا اكرم مش هو ده المهم. انا عاوزك في خلال نص ساعة تكون اشتريت احلى فستان سهرة الانسة احلام بكل لوازمه. ها جهاز بقى، الشنطة، كل حاجة. وبالمرة كمان عاوزك تجيب الكوافير بتاع اللوكاندا عشان يعمل لها شعرها ويعمل لها مكياج. بس يا فندم دلوقتي الساعة 12 هلاقي المحلات فاتحة فين؟ اتصرف يا اخي اتصرف يا اكرم. الله، هات من المحلات الموجودة تحت في الاوتيل. يا فندم دي برضه بقى لها ساعتين قافلة. وبعدين معاك يا اكرم وبعدين معاك. بقول لك اتصرف يا اخي، اكسر المحلات، اعمل اي حاجة، او انا هدفع كل شيء. الله، ماني توكس. حاضر. اتفضلي يا هاني اتفضلي. يلا ايه الحلاوة دي؟ قول لي بقى ده سبب التأخير. فهمت. سكرتيري الفصل. اهلا وسهلا. انسة احلام. اهلا اتفضل. اهلا توفيق بيه. اهلا وسهلا. انا قلت انك مش جاي. انا اسف على التاخير. لا يا فندم ده بيتك. اعرفك الانسه احلام. اهلا يا فندم تشرفت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ممكن كلمتين على انفراد؟ قوي سلم بيه. ايه فهمي، خش سلم انت على حبايبك.
نتفرج على الجنينة. تحدد ميعاد فعلا الاسبوع الجاي زي النهارده لبيع جميع ممتلكاتي في المزاد العلني، فلازم ادفع المديونيه خلال 4 أو 5 ايام على الاكثر. هي احلام فين؟ ها؟ الظاهر دخل جوه. ايه ده؟ مش عارف، ده صوت احلام. ها؟ نص ساعة ويكونوا كووا الفستان ونشفوه. أنا آسفة أوي على الإزعاج ده. لا إزعاج ولا حاجة، ده أنت شرفتي. بس الحمد لله جبت الجزمة. نعم الجزمة. ها؟ اخبار احلام ايه؟ تمام. ادخل. غيري الشوكة في الشمال والسكينة في اليمين. ايه اللي انت عملتيه ده؟ متخافش أنا هتصرف. بقول يا سالم بيه، بخصوص البيعة اللي حضرتك كنت كلمتني عليها، انا ما عنديش مانع ابدا، ولو حضرتك بس خليك معايا شويه. انا الحقيقه الاكل جميل جدا يا فوزيه هانم. عجبك يا توفيق بيه حقيقي؟ جدا. أحلام هانم. فوزيه هانم. فوزيه هانم. يا حبيبتي جاية. فوزيه هانم، كنت عايز اسال سعادتك، اكيد الطباخ بتاعك مش مصري يا فوزيه هانم، يكون امتى؟ اقرب وقت سعادتك. والله ده طبيخي يا توفيق بيه، انا ما بحبش اكل الطباخين ابدا. الحقيقه يا فوزيه هانم انا عمري ما اكلت اكل طعم بالشكل ده. متشكره قوي على المجامله الرقيقه دي. انزلي يا احلام. هروح فين؟ هتنامي عندي. تاني يا باشا؟ ما تخافيش، ما انتي اصلك كده ولا كده مش هتقدري تروحي.
صاحب البيت خلاص قفل باب بالمفتاح وضرب النفسين التمام ونام قتيل. حلاوتك يا باشا، ده انت مذاكر كويس قوي اهو. بس سيبنا نام في العربية لحد الصبح. قلتلك ما تخافيش. يلا يلا. البيجامة دي علشانك، والباب هنا فيه ترباس، تقدري تقفلي على روحك. تصبح على خير. من أهله. تصبح على خير. أحلام، عندك مانع انك تشتغلي معايا في الفترة اللي أنا موجود فيها هنا في مصر؟ هشتغل ايه؟ سكرتيرة. أنت مش بتقولي إنك عندك دبلوم في التجارة؟ انا بفهم في السكرتارية كويس طبعا، بس فاهم يعني. فاهمي حاجة وأنت حاجة تانية خالص. فاهمي معايا في المكتب، وأنت هنا تردي على التليفونات وتخرجي معايا في السهرات. قلتي إيه؟ انا تحت امرك يا باشا. خلاص، انزلي اشتري شوية فساتين من المحلات الموجودة هنا في الأوتيل، لأن طبيعة عملك هتتطلب ده، وضيفيهم على حسابي. انا عايزه ده. ايه ده؟ بس انا عايزاه. بس ده متباع. لو سمحت، الطقم اللي في ايدها ده انا اللي منقياه الاول وعايزه اشتريه. احنا مش فاضيين لك دلوقتي، بتعالي بعدين. انت واقف كده ليه يا انس؟ دي وقفتي من ساعة ما حضرتك قلت اني بتجسس. قلت كده أأمن يعني. ايه مالك؟ استحقروني وما رضوش يبيعولي، كان عندهم زباين اهم. فين المحل ده؟ في الناحية دي. مستر اكرم، مستر اكرم. سامحني يا توفيق بيه، تحت امرك وامر الهانم. طب ومستني ايه؟ شوف طلبات الهانم. اتفضل يا فندم.
الظاهر ان مفيش ست في مصر ما بتعرفش ترقص. عشان كده الرقصات في البلد بقوا اكتر من اساتذة الجامعة. قلبك لا في يوم ينساه. هتقعد جديد في مصر؟ لا جاي اخر اسبوع. وسارة كان نفسي افهمك على رقص. تصدقي انا كنت بفكر في نفس اللي انت بتفكري فيه. وليه دي شكلها عايزه تعلقك؟ اهدي. تحب اربط لك معاها واخد لك ميعاد؟ كتر خيرك. انت حر. انا كنت عايزه اخدمك. مساء الخير يا اوراني بيه. رجائي يا احلام هانم. مش عارفه ليه بتفكرني باوراني. الظاهر ان اوراني بيه عزيز عليكي قوي. ما يتخيرش عنه، امير وطيب مديها طرش على طول. طيب نستأذن احنا. ميرسي قوي يا رجائي بيه على السهرة الحلوة دي. اوكي ما تتأخريش. ما تتأخرش. باي 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 باي. احلام انت اجازه النهارده بالنسبه لك، تقدري تروحي تقعدي مع اصحابك. مش عايزه اروح. لا ما انا اصلي تعبان من سهرة امبارح وعاوز اريح شويه. احلام ابقي خلي السواق يوصلك.
لا 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 تعالي هنا، تعالي هنا، بقول لك تعالي هنا. انت رايحه فين؟ لا تعالي هنا. انت اتكلمتي؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ سيبيها، لا سيبيها. اطلعي بره، اطلعي بره. انت ازاي تخش عليا هنا؟ اطلعي بره، بره، بره. انت ازاي تخش عليا هنا؟ انت فاكره نفسك مين؟ انت حته خدامه لا رحتي ولا جيتي، انت تمسحي وتقنطي بس. اطلعي بره، اطلعي بره قلت لك. بره بره، انا هجيب لك بتوع الامن. مالك مساهمه كده ليه؟ عمل فيكي ايه؟ مد ايده عليكي؟ كانت خدت حقها بايديها، دي ما طيش حد يحك لها على مناخيرها. امال مالها قلبها لنا نكت كده زي بتوع مسلسلات التلفزيون؟ احلام مالك يا اختي؟ فيكي ايه؟ مفيش، سيبوني في حالي. مخنوق وعايزه اشم هوا. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والقى دموعي فاكراك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك طول حرماني. أهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني. بالمناسبة يا بابا، انا عديت على عمتي في جاردن سيتي، بتسلم عليك قوي، وعزمتها تيجي تقعد معانا الصيف في لندن. ايوه يا فندم، يعني يومين 3 بالكتير وهكون عندك. بابا ارجوك زي ما قلت لك خلي بالك من صحتك، وانا هبقى اسال عليك باستمرار. طيب اوكي. لا اطمن، اوكي. طيب يا بابا، يلا تشاو. هو ده. نعم. عاوزين احلام هنا. حضرتك توفيق بيه مش كده؟ لا يا فندم، هو توفيق بيه. احلام مش موجوده. ايوه بس انا لسه شايفها اهو. بس انا بقول لك مش موجوده. نعم. ايه المطلوب؟ ممكن نتكلم كلمتين مع بعض على انفراد؟ انا عارف اني انا جرحت شعورك. ما تضايقش نفسك، انا اتعودت على الاساءة من الناس. كان غصب عني، انا نفسي مش عارف اتصرفت كده ازاي. قلت لك ما تضايقش نفسك، الغلطة غلطتي انا اللي نسيت انا مين وانت مين. احلام انا ما اتعودتش اقولها لحد، ولا عمري قلتها لمخلوق. انا اسف. وانا قبلت اسفك، ودلوقتي بقى بره اطلع بره. انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ ليه؟ انا توفيق الزهار تعمل فيها كده؟ اطرد؟ ده كتير قوي. عموما يا باشا، ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب، ودي لا راحت ولا جت، واحدة اي كلام. اكرم، ما اقصدش يا توفيق بيه، ما اقصدش. خلاص انتهينا.
هفضل واقفة كده كتير؟ أنا واقعة من جوه. هو فين؟ معرفش. اللي زيك يعرف العفريت مخبي ابنه فين. خلصني مفيش وقت، لازم الاقيه. دول هيمضوا العقد بكره. خطر موقفي، انا ما عدتش قدام المزيد انا. يعني ايه؟ منبه عليك ما تقولش؟ للامانه لا. امال مش عاوز تقولي ليه؟ يا عزيزي قدر موقفي، جايز اقول لك يزعل مني وانا مستقبلي مرحوم برضاه، وجايز ما تقوليش وبرضه يزعل. افضل ما اقولكش. كل اللي هقدر اقوله لك هيكون هنا بكره العصر. والبنت معاه؟ تقصد احلام هانم؟ معاه. ايوه. لا معاه. المنظر هنا يجنن. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ في الحقيقة أنا سمعت كتير قوي عن شرم الشيخ وأنا بره. لما جت الفرصة قلت أجي أشوف إيه حكاية شرم الشيخ دي. بس كده؟ في الحقيقة لأ. أنا حبيت أبعد عن جو القاهرة لمدة 24 ساعة. أقعد فيها مع نفسي عشان أقدر أخد قرار في صفقة سالم بيه. طب وخدتني معاك ليه؟ أنت مش بتشتغلي سكرتيرة عندي؟ صحيح، ده أنا كنت ناسي. ممكن بقى تسيبني اشوف شغلي؟ اتفضلي. احكيلي ايه حكايه سالم؟ يا اخي قول ادينا بندردش، انت هتخسر حاجه؟ وهيوافق يبيع بنص الثمن؟
اكيد. ليه؟ لانه مديون للبنك، ويا الدفع يا الحبس. طب ما تشتري، ايه المشكلة؟ يوم ما عزمنا سالم في بيته وانتي عملتي الحركات الغريبة اياها دي يوم ما حسيت ان سالم ده جواه حنان ورقة غريبة، فكروني بابويا وامي. فجأة ومعرفش ازاي اوصفلك حسيت بحب ناحية سالم ومراته، كأنهم ابويا وامي. وما بقاش سالم بالنسبة لي صفقة ممكن اكسبها. انا مش قادرة افهمك، ارجوك يا بيه قولي انت ايه؟ انا شخص عادي، كنت في حالي انا وابويا لحد لما جه فجأة وقال لي لم شنطك لازم نسافر بكرة. ايامها كنت تلميذ في ثانوي. المهم سافرت انا وابويا على لندن لظروفه السياسية. ابتدى هو يعمل مشروعات صغيرة ناجحة هناك، ولما هو كبر كملت انا المشوار، واقدر اقول ان انا فعلا نجحت. لكن ساعات بحس ان انا مجرد آلة حاسبة او كمبيوتر، والدنيا بحالها بالنسبة لي مجرد ارقام. اخبار الحمد لله معاك ايه؟ مش فاهم يا باشا، ما حدش واخد منا حاجة. ايه القرش اللي تملكه هو القرش اللي تصرفه، لا الجنازة بيمشي قدامها خزن ولا الكفن له جيوب. تعرفي انك انت فعلا معاكي حق. انت بتجيبي الحكم دي منين؟ من المرمطة في الشوارع، والشبع طقة والجوع طقتين والبيت نص بط. انت ايه حكايتك؟ احنا من المنصورة. ابويا كان سواق اتوبيس في شركة النقل في الدقهلية، وما خلفش غيري من امي اللي ربنا افتكرها وانا تلميذة في الاعدادي. بعديها بسنة ابويا اتجوز قبلتي غندرة. الولية كانت حاطة نقرها من نقر، بس ابويا كان دايما ينصفني عليها لحد ما ربنا رزقها بتوأم. الحال انقلب، اتمكنت من ابويا وفرضت شخصيتها عليه لحد ما في يوم طردني بسببها. كنت خدتي الدبلومة؟ كنت يا دوب ناجحة في دبلوم التجارة، ما لقيتش مكان اروحه غير بيت عمة افكار صاحبتي الوحيدة اللي كانت يتيمة الاب والام، وعمتها هي اللي كانت بتربيها هي واختها عزة الصغيرة. بس ربنا افتكرها هي رخرة بعد قعدي معاهم بسنة. على كده بقى انت وشك كان حلو عليهم. بعد كده صاحب البيت طردنا احنا التلاتة ونزلنا على مصر ام الدنيا. شفنا فيها كتير لحد ما وصلت للخدمة في البيوت زي ما شفت. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه هو؟ تركبني وراك على حصان. اشمعنى يعني؟ حلم عبيط نفسي تحققهولي، ان شاء الله حتى اموت بعدها. عمر ما في راجل لمسني ولا لمس شعره مني. أرجوك سيبني زي ما أنا، لأني مش هقدر أقاوم. احنا بكرة هننزل مصر. توفيق بيه، عتيفة، دل على السلامة توفيق بيه. ايه ده انت سكران ولا ايه؟ 36 ساعة وانا في انتظارك. اعمل فيهم ايه؟ شربت كل اللي كان عندهم. احلام.
تطلع تستنيني في السويت. خير يا سفاح؟ عشان ما بقاش كذاب، مش خير يا توفيق بيه. ليه؟ حصل ايه؟ يوه، ده حصل البلاوي، مش رجائي هيمضي مع سالم وبتراب الفلوس. مش حلوه منك لله يا توفيق بيه. الراجل كان عاوز يبيع لك، تضيع مننا مليار مكسب ومش عاوزنا اسكر. الطياره جاهزه والطيار مستني. مستر اكرم، مستر اكرم، مستر اكرم، عاوزك تاخده دلوقتي حالا وترجعه لي صالح للاستعمال في اسرع وقت. ما انا متعود على كده. انا عندي بن عظيم لو ضاع هيصحي لي عمره كله. وياخد دش ساقع بارد. ما هو واخده خلقه. هنهزر ولا ايه يا مستر اكرم؟ وتقول لها نسى احلام تحضر هدومها ونحضر عليها بعد نص ساعه. ايوه ثانية واحدة، فهمي مع سعادتك. ايوه يا توفيق بيه، انا صالح دلوقتي الاستعمال. امر. انا عاوزك تنفذ كل اللي هقولك عليه بالحرف الواحد وفي اقل من ساعة وما تقولش ازاي. وبعد ساعة همر على المكتب اخد كل المطلوب واحصلك على المطار. العقود جاهزة يا سالم بيه على امضائك. وده اعتماد بمبلغ المليار، ساري المفعول بمجرد التوقيع. اتفضل. القلم ده انا بتفائل بيه، يا ريت تمضي بيه. اتفضل. سالم بيه انا اسف اذا كنت اتاخرت عليك. ده اعتماد بالقرض اللي انت طلبته مني، 150 مليون اللي اتفقنا عليهم وبنفس الشروط اللي اتكلمنا فيهم. مش ممكن. فهمي ومجموعة الاستشارية هيكملوا معاك كل الاجراءات. هي دي اخر مرة هنشوفك؟ انا خدت الاسبوع اللي فات شقة مطرح وصالة. انا قصدي خير، ما تفهمنيش غلط. اجي اشرب مع بابا القهوة امتى؟ ها قلتي ايه؟ لا ماشي، ده حتى كانت شقة مفروشة. ماشي، بكرة اسافر لندن وابقى احسن من توفيق ده 100 مرة. ماشي ماشي ماشي. هنشوفك تاني. مسير الحي يتلاقى. هتوحشينا. وانت اكتر. لو احتجت اي حاجة انا موجود. متشكرة قوي. اشوف وشك بخير. مع السلامة. الله يسلمك. اكرم انا متشكر على كل حاجة. العفو يا فندم. اكرم في جواب شكر. متشكر قوي يا فندم. وفي شيك ب50,000 جنيه. ليا انا؟ لا انت هديتك هتلاقيها على مكتبك. الشيك ده يتوزع على كل العاملين في الفندق. طب ممكن يا فندم اوزع هديتي واخد انا الشيك؟ مع السلامة. اشوف وشك بخير. مع السلامة يا توفيق بيه. توفيق بيه، في حاجة يا اكرم؟ احلام هانم تستاهل كل خير.
مع السلامة. مع ألف سلامة يا فندم. دي أوراق وديعة ب100,000 جنيه، حطيتها باسمك في البنك. هتطلع لك كل شهر مبلغ كويس هتقدري تعيشي منه. وده مفتاح شقتك الجديدة باسمك، مفتاح معاكي ومفتاح معايا، عشان لو جيت مصر أبنسل عليكي. مش هتيجي. ليه بتقولي كده؟ مش عايزة أعيش على أمل كذاب. أنا واقع من الجوع. تتجوزيني؟ بحبك